في ظل الانتشار الرهيب لشائعات تعرض الوفد المغربي للمضايقات منذ وصوله إلى الجزائر وتجريد طاقمه الإعلامي من معدات التصوير، سارع الإعلامي الجزائري وحيد بوسيوف لكشف كذب تلك الادعاءات. وكانت تصريحات مسؤولي وفد نادي الوداد البيضاوي المغربي بمثابة ضربة موجعة للأطراف المغربية الساعية لتلطيخ سمعة الجزائر وشعبها بإخراج مباراة عن سياقها الرياضي إلى السياق السياسي. وكذب كل من مدرب النادي المغربي ونائب رئيس الفريق كل الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام مغربية عدة، وناشطون مغاربة كثر روجوا لتعرض وفد فريق الوداد لمضايقات لدى وصولهم إلى مطار الجزائر الدولي. لم يقدر الناطق الرسمي لنادي الوداد البيضاوي المغربي مهدي الزوات على إخفاء حقيقة استقبالهم من قبل الجزائريين بحفاوة كبيرة، على خلاف كل ما روج له من شائعات. وبدوره أشاد المدرب مهدي النفطي نادي الوداد البيضاوي المغربي بحفاوة الاستقبال الكبير الذي حظي به الوفد المغربي لدى وصوله إلى الجزائر. ومواصلة للإشادة بذلك الاستقبال المميز، قال مدرب النادي المغربي: إنهم سعداء جدا بوجودهم بين إخوانهم الجزائريين كما جرت عليه العادة دائما.